هقول لك على سر مفيش حد على السوشيال ميديا او على اليوتيوب هيقوله لك. بس الاول خليني اسالك سؤال، هو انت ليه صعب انك تجيب مليون مشاهده على مواقع التواصل الاجتماعي؟ لو انتوا عملتوا فيديو قبل كده على السوشيال ميديا هتلاقوا اكبر مشكله بتواجهكم ان الفيديو بتاعكم ما بيجيبش فيوز، وده طبيعي جدا لو انت لسه بتبدا، فما تستغربش خالص من الموضوع ده. خليني افكرك باللي انا قلته في الفيديو اللي فات، ان اي فيديو ناجح بيتقسم لثلاث حاجات اساسيين. بالمناسبه لو انت ما اتفرجتش على الفيديو ده فانصحك تروح تتفرج عليه عشان بجد هتتحمس جدا تكمل السلسله دي. احنا قلنا في الفيديو اللي فات ان الفيديو الناجح عشان ينزل على السوشيال ميديا ويحقق مشاهدات لازم يكون متقسم لثلاث حاجات اساسيين: الهوك، الستوري، والسي تي اي. وقلنا ان احنا هنتكلم عن كل عنصر لوحده، وعشان تبقى فاهم كل حاجه بقى الثلاث عناصر دول بيتجمعوا في حاجه واحده بس، واللي هي السكريبت. فاحنا النهارده هنتكلم عن اول حاجه في السكريبت واللي هي الهوك. الهوك على السوشيال ميديا او اللي بنسميه الخطاف، دي الحاجه اللي بتخليك فجاه توقف تقليب وتشوف الشخص ده بيقول ايه. فانا دلوقتي لو شخص فاضي وماسك الموبايل بتاعي وعمال اقلب على فيديوهات قطط وفيديوهات غسيل سجاد، ازاي اصلا الهوك ده يخليني اوقف تقليب فجاه واركز معاك؟ خصوصا يعني لو انت مثلا زي بتقدم محتوى تعليمي او دراسي. الموضوع اصلا لبعض الناس يبدو ان هو ممل ومش هيخليني اوقف الفيديو عشان اتفرج عليك، ولكن تخيل لو انا مثلا عملت لك كده وطلعت اتكلمت معاك بالطريقه دي حاجه اسمها فيجوال هوك او هوك بصري، بيخلي المشاهد يوقف الفيديو فجاه ويشوف ايه الغريب اللي بيتقدم ده. لو انا مثلا بوجه كلامي لدبدوب زي ده وبقول له لو انت عاوز تنجح في دراستك لازم تعمل الثلاث حاجات الاساسيه دي، طبيعي هيجي في عقل المشاهد هو ايه اللي بيقوله للدبدوب ده. فتعال نشوف ايه اللي بيحصل. تعال نكمل الفيديو معاه. هو اكيد بيقول حاجه مهمه. لو انا مثلا طالع لك في الفيديو وباكل تفاحيه زي كده ورحت قلت لك في الفيديو وانا ماسك التفاحه انت ما تعرفش ايه اللي ممكن يجرى لجسمك لو كلت كل يوم تفاحه. الهوك هنا بيتقسم لحاجتين: هوك بصري وهوك بتقوله. الهوك البصري زي مثال التفاحه كده، لما طلعت مسكت التفاحه وكلتها قدامك فانت اكيد اتشديت. والهوك ده على فكره مش غريب، الهوك ده بيستخدمه معظم صناع المحتوى زي الدحيح مثلا لما بياكل خياره. الدحيح بياكل خياره في نص فيديوهاته عشان بيحس ان المشاهد هيبتدي يمل، فبيكسر الروتين بتاع المشاهده وبيغير الفيديو بحاجه تشدك وتخليك تكمل، تحس ان في حاجه كوميديا هتحصل فتبتدي تكمل الفيديو. خصوصا ان زي ما قلت لكم ان الفيديو التعليمي احيانا بيكون ممل، فبطل تخلي دخلة الفيديو بتاعك ممله او الهوك بتاعك ممل عشان الناس تكمل معاك الفيديو للاخر. وبلاش تستخدم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، انا مايكل المصري وبساعدك كده انك تطور من نفسك. تعالوا النهارده نكمل سلسله ازاي تعمل محتوى من الصفر. او مثلا صباح الخير يا جماعه، ايه الاخبار؟ وحشتوني، انا بقالي كتير جدا ما اتكلمتش معاكم. الناس على السوشيال ميديا مش مهتمه انت مين، مش مهتمه بالتحيه بتاعتك، مش مهتمه انت بتعمل ايه، غير لو انت اثبتت لهم ان هم لو هيتابعوك او هيتفرجوا على الفيديو بتاعك هيطلعوا بحاجه هم ما عرفوهاش قبل كده. حاول دايما وانت بتتكلم في اول الفيديو تغير زاويه التصوير باكتر من وضعيه. يعني مثلا حاول تقرب للكاميرا، تبعد للكاميرا، تقول كل كلمه بزاويه مختلفه. ده لو انت طبعا مش عارف تعمل فيجوال هوك زي مثلا فيجوال الفوطه او فيجوال التفاحه. ابقى متاكد لو انت استخدمت الهوك بتاعك صح هتجيب مشاهدات خزعبليه، والناس بجد هتبتدي تتابع الفيديو بتاعك وتشوف انت بتقدم ايه. بس خلي بالك ان الهوك لوحده مش كفايه ان الناس تكمل مشاهده للفيديو بتاعك ويطلع فايرال او يجيب مشاهدات كتير. فاستنوني في الفيديو اللي جاي علشان هقول لكم على بقيه الاسرار. طبعا لو استفدت من الفيديو ما تنساش تعمل سبسكرايب للقناه، تسيب لايك، تسيب كومنت، الحاجات دي بتفرق معانا جدا.